اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وإليك النشور. صباح الخير، السلام عليكم. فيديو جديد من فيديوهاتنا، خليكم معانا وتابعونا. النهارده هنعمل روتين برضو لاستقبال العيد، خليكم معانا. انا هنا كنت بقول لكم احنا هنا الصبح كده بدري، لسه الشمس ما طلعتش، يا دوبك النهار كان بيشقشق. قلنا نقوم بدري كده نخلص حاجتنا ونشوف هنعمل ايه. خليكم معانا وتابعونا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة كتير. وكل سنة وانتم طيبين، ويعودوا علينا وعليكم بألف خير يا رب. ويا رب يا رب كده نكون كلنا كده صحبة على عرفات إن شاء الله السنة الجاية يا رب العالمين. يلا كلنا نقول أمين. يلا بقى، خلصتي حاجتك ولا لسه؟ قومي بقى. هنا أنا كنت اتنرفزت شوية، ابني كان بيهددني في التليفون. بص، زقلي التليفون والحاجة. في واحدة ابنها ما بيعصبهاش كده، بيخرجاش عن شعورها كده على الصبح بدري. يلا يلا خلاص بقى، نغير الموضوع، نشوف بقى هنكمل حاجتنا هنعمل ايه. هنا بقى طبعا السجاجيد دي انا كنت غسلها معاكم قبل كده، فقلت بقى اطلعها بره عشان نشوف نكمل حاجتنا النهارده، وهنشوف هنعمل ايه. فيديو بسرعه بسرعه كده ان شاء الله، وهنخلص بسرعه. يلا، جبتوا حاجاتكم ولا لسه للعيد؟ طبعا احنا عارفين الاسواق والمحلات وكله هيقفل، ولا الكلام ده في القاهره بس ولا ايه؟ يا ريت تقولوا لنا كده. انا هنا بقول لكم انا هبتدي بقى امسح الحيطه، بس هي بصوا مش وسخه. انتوا لو تلاحظوا ان هي بصوا بتلمع، او بقول لكم هنشوف هنعمل ايه، هنكمل مع بعض. هنا طبعا جهزت حاجتي، اكنس طبعا الارض عشان اعرف اقف. ما فيهاش تراب وما فيهاش حاجه. بصوا انتوا لو ملاحظين، يعني برضو السيراميك بيلمع والحاجه يعني طبعا هناك كنت حاطه المشابك برضو على السور، عشان كان عندي دوره غسيل كده ونشرتها، ونسيت السبت على الشباك. عادي، مش هيجرى له حاجه. هنا طبعا زي ما بقول لكم هنكمل بقى مع بعضينا كده بسرعه بسرعه كده على الصبح بدري، عشان نشوف ورانا ايه تاني. طبعا لسه هنروح نجيب حاجات من السوق، ونروح نشوف العيش برضو. كل الحاجات دي اليومين دول طبعا بنلاقيها زحمه، ده شيء اساسي. هنا بقول لكم انا هجيب بقى الزعافه والحاجه، كنت طبعا بجيبها، بس لازم في حوار كده داير، ينرفزونا بقى ويعصبونا. اهو، هنا كان مصمم يخش يكمل معايا. قلت له انا هكملها، يقول لي اكمل معاك يا ابني. طب انا هصورك، يقول لي مش مهم. ده محمد ابني الصغنن، اصغر واحد. بقى هنا بقول لكم ما تنسوش تحطوا له لايك بقى كتير، عشان هو عايز يعمل برضه مش طايل. وبعدين انا مخوفاه عشان العداد بتاع الغاز في الحته دي، فانا قلت له لا، انت كده هتبهدل الدنيا. قلت له انا اعملها الاول، وبعدين كمل انت الباقي. ربنا يسترها يا رب. اهو بص، لا انا اللي طب خد شوف بقى، هنكمل. طبعا اللي هو بيعمله ده انا ما هو بيسيبها، انا بكمل انا تاني. اهو بص، انتوا لو ملاحظين هو فاكرها ان هي لعبه بيلعب.
انا بقول لكم بصوا انا سايباه براحته اهو، بدور اعمل فين مش لاقي حته اعمل. خلاص كله اتعمل. متنسوش تحطوا لنا لايكات كتير بقى عشان خاطر محمد. يلا زي ما قلت لكم بقى، ما تنسوش اللايكات كتير. يقول لي لا هات، اقول له لا انا هكمل انا يا ابني، بس عشان نخلص، الناس نايمه على الصبح، ما تخليش حسنا يطلع. خدت حرف الدولاب من فوق برضو كده عشان طبعا ايه، لو ملاحظين ما فيش تراب ولا، ما شاء الله الدنيا زي الفل. هنا بقى هركن الزعافة، وهبتدي بقى ايه، هشوف هكمل هنعمل ايه. اهو بصوا، هو العداد بتاع الغاز ده، انا عشان كده كنت بقوله لا انا هعمل من الناحية دي. طبعا عشان الأوضة ضيقة والمدخل بتاعها ضيق، فايه كل شوية الحامل يتخبط. هنا بقول لكم انا قعدت ايه، طبعا الصبح مسكت الدواليب روقتها وطبقتها، بس عشان هما مش حابين الحاجة ايه تظهر قوي. وده برضو بتاع ابني الكبير. وده بقى بنوتي رفضت تماما، هنا بقول لكم هي رفضت ان افتحه اصلا. هنا بقى كنت جبت بقى الفوطة اللي هعمل بيها الحيطة. اسكت طبعا لا. انا يا ماما، انا يا ماما، يا ابني مش لعبة، لا انا كمان. قلت له هصورك وانت بتعمل، قال لي صوريني. اهو بصوا، ما فاكرين ان الواحد بيلعب، بس انا طبعا ما مش هسيبه يكمل على كده. اهو بص هو حتى مش عارف. عشان الجو حر كمان، فايه مخليهم زهقانين مش عارفين يناموا. طبعا كنت بنظبط الزاوية بتاعت التليفون، بس هو مش عارف. يا ابني سيبني نكمل. اخته عماله تقول لي خليه يا ماما يسيب الحاجه، خليه يسيب الحاجه. انا قلت له يعمل. طبعا انا واقفه متضايقه، انا عايزه اخلص، انا ما بحبش كده. قلت له هب بقى، هنتخانق مع بعض. اهو هنا كان عايز يقول لكم حطوا لي اللايك، بس هو اتكسف. هسكت النهارده؟ لا والله مش هسكت. اهو يا وجع قلبي يعني على الصبح. والله بعد ما عمل كل ده خلاني رجعت تاني عملت مكان ما هو عمل. بس ادينا ايه بنخليهم او يشاركوا معانا وخلاص برضو.
عايز يحس بالعيد، حس بالعيد. شوف احنا كمان بنتعب ازاي. هنا بابا كان بيكلمني بس ايه انا مش عارفة ايه اتكلم معاه. هنا بقى كنت خليته سابها اهو. هو بدل ما يقول لكم اعملوا لايك في التليفون رايح في الشباك. ايه اللي بتعمله ده؟ والله انا اول مره اخد بالي من اللي هو عمله ده. ما خدتش بالي خالص. هنا بقى ايه كنت طفيته وقلت اكمل معاكم بقى ايه. كنت غيرت الحاجه اللي كنت بكملها، وقلت بقى ايه الم الميه بقى بسرعه كده. هنا كانت خلاص الوقت ده، كانت حوالي الساعه 6:30 الشمس كانت ابتدت تطلع. هرجع طبعا انشفها تاني، انا مش هسيبها كده، هنشفها تاني بس ايه بغير المية وكده وارجع تاني. اهو الحتة السيراميك البني دي ناعمة جدا جدا، بتخليني ما اعرفش ادوس عليها وانا بمسح. اهو بص، حتى لو تلاحظوا هي بتلمع خالص، ناعمة قوي غير بقية السيراميك، فما ما بحبش اقف عليها وهي طالما مبلولة. يعني الحتة دي كانت فاصل بتاع البلكونة لما دخلتها في الأوضة، فطبعا عملناها بسيراميك تاني. هفضل انشف كده طبعا، مخليش ميه في الارض خالص، عشان كده بيبان ان انا ايه مش بعمل بسرعة بسبب السيراميك ده ناعم جدا. هنا خلاص بقى كنت ايه خلاص نشفت، جبت بقى السجادة وحطيتها، كانت الارض نشفت بقى وكده اهو. بقول لكم الدنيا بقت زي الفل اهي. ايه رايكم؟ وكل سنه وانتم طيبين. ويلا بقى قوموا شوفوا وراكم ايه، نخلص بسرعه. خلاص هي كلها يومين والعيد ان شاء الله يجي بألف خير وسلامه اهو. ايه رايكم؟ خليتها زي الفل. معلش بقى السجاده اتقطعت مني وانا بغسلها، الحمد لله اهو.